هالو، هالو، إزيكم عاملين إيه؟ تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض شمعة الhot chocolate الجميلة دي بمناسبة الشتا، عشان تبقى تدفينا يعني، وهنحط عليها مارشميلو من فوق، وبالمرة أحاول أجاوب معاكم على شوية أسئلة من اللي اتسألتني في الكومنتات عشان نسهل على بعض الموضوع. يلا بينا نبدأ. أول حاجة طبعًا هنفرش المفرش زي كل مرة عشان ما نبهدلش الدنيا وعشان الشمع ما يلزقش في أي حاجة هتقع، تمام؟ هنا أنا هاحتاج إيه، طبعًا نولّع شمعة كده، معقول كل الشموع اللي بنعملها دي في الآخر ما نولّعش شمعة، هنولّع شمعة. دي شمعة العسل على فكرة جميلة جدًا، شمع العسل جميل جدًا وريحته الطبيعية حلوة أوي. أول حاجة أنا معايا هنا مَج، أي شكل مَج عندِك ينفع ما فيش أي مشكلة، تمام. وأنا هاستخدم شمع النخيل عشان يبقى طبيعي 100% وعشان يمسك في الكوبايات كويس ما يطلعش. هاحتاج زيت عطري، أنا هاستخدم اللافندر، وده قالب سيليكون عشان أعمل بيه شكل المارشميلو، والقالب السيليكون ده على فكرة أنا عاملاه في البيت، يعني أنا ما لقيتش قالب بيعمل شكل المارشميلو فأنا عملت القالب في البيت، ولو حابين إن إحنا ننزّل فيديو طريقة إن إحنا نعمل قوالب إزاي قولوا لي وإحنا ننزّل الفيديو. أول حاجة هاخد شمع النخيل قبل ما نسيب أتكلم معاكم شوية، أسيّحه. أنا ليه هاعمل شمع نخيل بس؟ هو طبيعي 100%، هو بيمتص العطر كويس أوي، فلمّا بنولّعها بعد التعصيق بنولّعها بتبقى حلوة جدًا، الريحة طالعة منها كويس أوي، ناشفة جدًا فبتبقى بتعيش أطول مدة ممكنة. تاني حاجة بتمسك في الكوباية كويس أوي. إحنا لمّا بنحط الميكس بتاع النخيل على البرافين، بعد ما بينشف البرافين بيكِش فبتروح طالعة من الكوباية، فإحنا المرّة دي هنعمل نخيل بس. مشكلة إن الشمع البرافين بيطلع من الكوباية دي مشكلة عامة مش عندِك أنتِ بس، مش عندي أنا بس، ده كل الناس اللي بتشتغل بالبرافين بيطلع منها بالكوباية، دي حاجة طبيعية. حلّها إيه؟ أنا بصراحة بالزق الشمعة في الكوباية من تحت عشان ما تخرجش، لإن أنا مش عارفة أوصل لحل فيها، لإن حتى مهما سخّنت الكوباية كويس أوي قبل ما أصُب، مهما حطيت النخيل أكتر من يعني 60 و40 بدل 50 و50 برضه بتطلع من الكوباية، فهي حلّها إن إحنا يا إما نستخدم نخيل بس يبقى طبيعي 100%، يا إما إن إحنا نبدأ نلزقها في الكوباية من تحت عشان ما تخرجش. هنا أنا هاخد أول حاجة الشمع، النخيل سيّحته، وبعدين جايبة كوباية الورق دي عشان بتبقى سهلة جدًا في الصَّب، وهي مناسبة جدًا للصَّب. وفي نفس الوقت إن أنا مثلًا عملت لون بُني كتير، ما احطش العطر عليه كلّه فيبقى كلّه بريحة واحدة، فأنا باخد جزء في الكوباية وبعدين أحط عليه مثلًا الريحة اللي أنا عايزاها، فيبقى عندي إن أنا بقية الشمع أقدر أستخدمه في حاجات تانية. فكوباية الورق دي سعرها مش غالي وفي نفس الوقت هتوفّر عليكِ إن أنتِ تقعدي توسّخي في حاجات تبقى خلاص بقت للشمع بس. أنا حطيت هنا نقطة على الحتّة البيضا عشان أشوف درجته هتبقى إيه، لإن الشمع وهو سايح بيبقى أغمق بكتير من الشمع لمّا ينشف، فأنا هنا باحطه على حاجة بيضا عشان أبيّن بس لنفسي درجة اللون، فلقيته فاتح فقُلت هازوّد تاني، الhot chocolate بيبقى غامق فقُلت هازوّد تاني. الألوان بقى اللي أنا باستخدمها المرّة دي ألوان البودرة المخصصة للشمع، دي أنا ما بانصحش الناس في الأول يستخدموها ليه، لإن هي قوية جدًا لو وقعت أو بهدلت حاجة صعب جدًا تنضيفها. تاني حاجة لو ما اتدوبتش كويس والشمع سخن، يعني أنا هنا رُحت أسخّن الشمع تاني عشان اللون يدوب تمامًا. بتكتل وبترص تحت فما بتبقاش شكلها حلو. تالت حاجة ألوان الشمع اللي هي طبيعية، اللي هي شمع مش شمع طبيعي، شمع 100% اللي هي زي الفيبر كاسل مثلًا، دي بتبقى أحسن بكتير من إن أنا أستخدم ألوان البودرة. بس اللون البني خلص من عندي فقُمت أشتري علبة مخصوص عشان لون واحد يعني، فأنا عندي ألوان البني البودرة هاستخدمها، بس ما بانصحش بيها بالذات في الأول. تمام، هي بتبقى قوية فإحنا بنبدأ ندرّج، أنا الأول بلّيت الخلة الخشب دي في الشمع وبعدين أخدت عليه نقطة بالضبط من البودرة وبدأت أجرّب وأشوف، أجرّب وأشوف لحد لمّا ألاقي إن خلاص هو ده اللون اللي أنا متأكدة إن أنا عايزاه، تمام. وبرضه باقول لكم ليه إن إحنا نجرّب في حاجة بيضا، عشان الشمع وهو سايح بيكون أغمق بكتير من الشمع أول ما ينشف، أول ما ينشف هتلاقي اللون اختلف تمامًا. فإحنا بنحط منه نقطة على طبق أبيض أو على كوباية بيضا أو على أي حاجة، بحيث إن هو يورينا لونه هيبقى إيه لمّا ينشف، تمام. هنا أنا رُحت أسخّنه تاني عشان يبدأ يدوب مع بعضه، ورجعت معاكم أهو. هابدأ بقى إن أنا أثبّت الفتيل في الكوباية، أوكي.
هنا أنا هادوب اللون كويس أوي الأول في الحلة، وبعدين أرجع أحط العطر. العطر بنحطه إمتى وبنصب إمتى؟ عشان ده سؤال كتير اتسأل لي. إحنا بنحط العطر عند درجة حرارة 70. يعني أنا جبت اهو الترمومتر وهاحط درجة حرارة 70. أول ما توصل درجة حرارة 70 هاحط العطر. حطيت العطر والشمع أعلى من 70 100 90 العطر هيتبخر من كتر الحرارة. هو العطر بيبدأ يشتغل لما يتحط على درجة حرارة 70. حطيت على الشمع وهو سخن قوي العطر هيتبخر وهيضيع مني ولا كأني حطيت حاجة. الشمع مش هتطلع أي ريحة، وفي نفس الوقت هيبقى هدرنا مبلغ كبير جدا لأن العطور بالجرام، فالجرام بتاعها كتير. يعني أنا لو عاملة شمعة 100 جرام بحط فيها 10 جرام عطر. ال10 جرام دول بمبلغ، يعني جرام بيخش في 2 جنيه مثلا. تمام. فعشان كده برضو هننزل فيديو عن التسعير، لان في ناس كتير قالوا لي نسعر الشغل ازاي بعد ما نعمله. حاجات كتير قوي لازم نحسبها. تمام. انا هنا رحت اسخن الكوبايه، لازم تكون سخنه كويس قوي عشان الشمع ما يتفضش لما ينزل في الكوبايه من درجه حرارتها الساقعه. احنا اصلا الجو اليومين دول ساقعه، فالكوبايات اصلا لوحدها بتبقى ساقعه. انا بسخنها في الميكرويف، ممكن اسخنها بالسشوار، ممكن بس كويس قوي ممكن اسخنها بالهيت جان اللي هو مسدس الحراره اللي هو بتاع الناس اللي بتشتغل في الشمس. بس لو مش عندنا خلاص مش هنعقد نفسنا، هنعمل بالميكرويف او نسخن الفرن قوي بعدين نحط الكوبايه بعد ما نطفي تاخد الحراره، او في حمام ميه. بس انا بخاف من حمام الميه في حاجه، لو نقطه ميه واحده دخلت جوه الكوبايه وصبينا عليها شمع الشمع هيكتل ويدي. فالاضمن ان احنا ميكرويف حاجه ناشفه، يعني نبقى متاكدين الكوبايه ناشفه 100%. هنا بقى الفتيل اللي معايا ده فتيل تخين. ليه؟ عشان الكوبايه العرض بتاعها بتاعي يعني الدوران بتاعها كبير. انا لو حطيت فتيل صغير في كوبايه كبيره الشمعة هتعمل حفرة، هتنزل لتحت، لان الفتيل صغير النار بتاعته ضعيفة ومش قادرة تسيح وش الشمعة كله، فهتفضل تنزل لتحت وباقي الشمع يتهدر كأنه ما عندناش شمع. تمام. انا سخنت الكوباية هنا دلوقتي سخنة جدا، بحطها تقريبا دقيقة ونص في الميكرويف بتبقى سخنت جدا. وبعدين بحط الفتيل، ممكن نمسكه بمشبك خشب بتاع الغسيل، ممكن نمسكه بأي حاجة، مش شرط العصاية اللي عندي دي. عصايتين ايس كريم جنب بعض ونزنقه هو في النص، وبعدين هبدأ اسمي واصب. تمام. ده سخن وده سخن. درجة حرارة الصب هي 70. يعني انا المفروض احط العطر على 70 واروح صب على طول، ادوب العطر كويس قوي عشان يدخل في الشمع كله، وبعدين احطه في الكوبايه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. تمام كده. انا بقول لكم ان كله تمام. دلوقتي هاخد قطعه بيضه ساده من غير اي لون وهبدا اسيحها عشان اعمل بيها المارشميلو الابيض. تمام. هنا بقى ممكن نستخدم بارافين لوحده في اللعب، الحاجات الصغيره الديكور دي ممكن بارافين لوحده بس بيبقى شفاف شويه، ممكن بارافين على نخيل يعني مش هيعمل اي مشكله. لكن لو النخيل لوحده في القوالب دي ساعات بتتفشفش او بتتكسر وهي طالعه، فاحنا الاحسن ان احنا يا اما بارافين لوحده بيبقى جامد وبيبقى كويس بس بيبقى شفاف، يا اما ان احنا نحط الاتنين مع بعض. اوكي. هنا انا رحت اسيح الشمع الابيض عشان احط في القالب بتاع المارشميلو، وبعدين هنرجع دلوقتي اهو مع بعض نصب. هنا انا حطيت العطر او لسه هحط معاكم اهو العطر عشان برضو المارشميلو يكون فيه ريحه. هنا استخدمنا اللافندر زي نفس ريحه الشمعة نفسها. طبعا احنا ممكن نعمل ميكسات، ممكن نحط فانيليا مع كوكونات تكون حلوه قوي، ممكن نحط فانيليا مع فراوله بتكون ريحتين لايقين على بعض وحلوين قوي. ممكن تحطي بقى برتقال مع قرفه، يعني في روايح كده تمشي مع بعض. اوكي. لكن في روايح هتبقى عكه قوي لو حطيناها مع بعض فبلاش منها. تمام. هنا هنبدا نسمي طبعا ونصب في القالب، والقالب برضو يكون متسخن عشان يستقبل الشمع كويس. هنا انا حطيت 2 مارشميلو وبعدين هستنى لان انا محتاجه 3، هستنى دول يجمدوا واطلعهم واعمل 2 تانيين مكانهم في نفس القالب. هنا انا طلعتها اهي، هي نشفت واتاكدت انها نشفت، بزق كده زقه بسيطه وبتطلع بكل سهوله. شكلها مارشميلو حقيقي 100% يعني، لان انا عامله القالب على المارشميلو الحقيقي اهو. ده شكلهم لطيف قوي. وهبدا ان انا طبعا سيحت تاني الشمع عشان كان برد، سيحته تاني وهبدا ان انا اصب 2 تانيين واحطهم
على جنب يبردوا، أو في حل تاني بس في الحاجات الصغنونة بس أنا باعمل كده، أحطه في التلاجة بحيث إن هو يجمد أسرع وأنجز يعني في الموضوع بالذات لو باصور. هنا بقى أنا هابدأ أجيب شوية شمع صويا، وهنا طبعًا المفرش لازم يعمل معانا حركة، واللون، وهالونها بنفس لون الhot chocolate عشان أحط الحبة اللي على الوش يكونوا صويا، تمام. ليه بقى هاعمل كده؟ لإن جوّه أنا حطيت نخيل بس، فالنخيل بس لمّا بينشف بيدّي شكل كريستالي، فإحنا عايزين الشكل يبقى كريمي زي الhot chocolate الحقيقي اللي إحنا بنشربه. هنا حصل فيها معايا عيب، إن هي حصل فيها تجويف من النُص. ليه؟ عشان أنا حطيتها في التلاجة تسقع بسرعة عشان أبدأ إن أنا أكمّل الفيديو، فإحنا نسيبها تجمد على راحتها، ولو حصل كده إحنا بنعمل إيه، بنخرّم زي ما أنتم شُفتوا كده باعمل خرام، وبعدين بازوّد شمع تاني أو بالheat gun أو بالولاعة باسخّنها عشان الشمع يرجع يملى الفراغات اللي جوّه تاني وتبقى شمعة مصبوبة بشكل مضبوط. هنا أنا زوّدت بقى الصويا اللي أنا سيّحته، وبعدين هابدأ أحط المارشميلو، وقاصدة إن هو يبقى على الوش أوي بحيث إن المارشميلو أول ما يتحط يدلدق برّه ويدّيني الشكل اللي هو إيه، المُغري ده إن الhot chocolate مدلدق برّه، تمام. هنا أنا باحط المارشميلو كده بالشكل ده، وبيبدأ إن الصويا تدلدق برّه، عشان كده أنا كنت عايزة الشكل يبقى كريمي، لإن هو لو نوع نخيل أو بارافين الحاجات اللي بتقع برّه دي هتتكسر، يعني شوية الشمع اللي اتدلدقوا من برّه دول هيتكسروا زي ما أي شمع بيقع على أي حاجة، يبدأ إن إحنا نشيله بسهولة. هنا أنا باسخّن شوية شمع اللي ما اتدلدقوش عشان يدلدقوا، وكده إحنا حلينا مشكلة التقعُّر أو مشكلة الفراغات اللي في الشمع، وأنا هاسيبها في مكانها مش هاحرّكها عشان لو حرّكتها الشمع هيدلدق زيادة أو مش هيثبت. وده شكلها النهائي، يا رب تكون عجبتكم. طبعًا إحنا ممكن نغمّق براحتنا في الألوان، ممكن نحط مارشميلو ملوّن براحتنا خالص، بس أنا مطلوبة منّي بالألوان دي فعملتها كده، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده. أتمنى لو عندكم أي سؤال تكتبوا لي في الكومنتات، وباي باي.